في مواجهة مثيرة بين منتخبي المغرب ونيجيريا في نهائي كأس إفريقيا للسيدات 2025 أثار قرار تحكيمي جدلا واسعا غير مجرى المباراة، وكانت لحظة فارقة عندما حصل المنتخب الوطني المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة 78، والتي كان من الممكن أن تمنحه التقدم 2-3 وتكلله بطلا للبطولة لأول مرة في تاريخه. وفي تحليل للحالة، أوضح الخبير التحكيمي جمال الشريف أن قرار الحكم كان صحيحا، قائلا: لم تكن هناك مخالفة واضحة، لمسة يد داخل منطقة الجزاء، الكرة اصطدمت بيد اللاعبة النيجيرية التي كانت يدها ملتصقة بجسدها ولم توسعها بشكل غير طبيعي، كما أنها لم تتحرك عمدا باتجاه الكرة بل حاول تجنبها، وبالتالي فإن اللمسة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، وكان إلغاؤها قرارا سليما. هذا القرار أثر بشكل كبير على نتيجة المباراة، ليظل اللقب بعيدا عن المغرب بعد أن كان على بعد خطوة واحدة من تحقيق التاريخ.